السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة من شهوات أم يوسف. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي كما شفتوا في العنوان بدون دقيق، بدون زيوت وبدون سكر. إذا بلا شك غادي تسألوا كيفاش هاد المكونات هذه. هي المكونات هي قدامنا اللي غادي نحتاجوا ليها. إلا تذكرتوا عندي هنا عجينه التمر اللي فايت ليا حضرت ملي حضرت لكم دبس التمر، وغادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي ما شافوش هذيك الفيديو ديال دبس التمر، هذا هو العجين اللي احتفظت به ديال التمر. غادي نحتاجو كذلك عندي هنا 2 بيضات، عندي هنا 150 غرام ديال الشوكولاته السوداء، قبصه من الملح، وقبصه من الفانيلا البودرة، وعندي هنا 8 غرام من الخميرة، خميرة الحلويات. عندي هنا كذلك كأس من الماء. إذا بالنسبة قبل ما نوريكم المكون اللي هو المفاجأة واللي غادي نعوضوا به الدقيق، غادي نهضر لكم شويه على هذا التمر. بالنسبه اللي ما كتوفرش على هاد العجينه ديال التمر، غادي تاخذوا داك التمر اللي هو من النوع اللي كيكون رطب، غتاخذوا منه كاس ديال التمر وغادي تضيفوا له كاس من الماء الساخن باش يرطبوا لينا. اذا انا بما اننا عندي هنا عجينه ديال التمر غادي نستعملها، وغادي ندير هنا كاس من الماء عادي. اذا المكون اللي هو غادي نحضروا به هاد الكيك هذا هو الحمص. يعني تجيكم شي حاجه اللي هي غريبه شويه، ولكن اللي كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع لهذا الكيك هذا هو الحمص مرطب في الماء. غادي نحتاجوا منه كاس. اذا هادو هما المكونات. يعني كنحاول ما امكن نجيب حلويات اللي تكون صحيه، لان بحكم حتى انا كنتابع واحد الحميه، كنحاول ناخذ الحلويات اللي ما فيهمش بزاف السكر وما فيهمش بزاف الدهون، ولهذا كنمشي في هذا الاتجاه هذا. كنحاول نقلب باش نلقى حلويات اللي تكون من هذا المستوى هذا. اذا على بركه الله غادي نبداو نحضروا هذا الكيك ديالنا. هذا الكيك كيجي في المذاق ديالو بحال البراوني، يعني كيجي مذاق رائع جدا. واحد الاضافه هنا ما زدتهاش، الا بغينا عاود نغنيو هاد الشوكولاته هذه. الا كانت عندنا الشوكولاته السوداء اللي فيها واحد النسبه كبيره من الكاكاو نستعملوها. الا ما عندناش، عندنا غير هاد الشوكولاته العاديه، غادي نضيفوا لها واحد الملعقه كبيره من الكاكاو المر. اذا اول حاجه غادي ندوب هاد الشوكولاته اللي عندي، نديرو في حمام مريم حتى يذوب ليا. اذا ناخذوا المكونات كلها هي غادي نخلطوها في هذا الخلاط الكهربائي. غادي ناخذوا البيض، بسم الله، وما نساوش ديك القبصه ديال الملح، ورشه ديال الملح، ورشه ديال الفانيلا البودره. غناخذ كاس ديال الماء. يعني غادي نخلط المكونات كلها هي في خطره واحده. ناخذ الحمص، وغناخذ هذيك العجين ديال التمر، وغادي نضيف ملعقه ديال الكاكاو. كما قلت لكم بما انني عندي غير الشوكولاته العاديه، غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الكاكاو المر. اللي كتوفر عنده الشوكولاته يعني ذات جوده عاليه ما كاينلاش يستعمل الكاكاو. وغادي نضيفوا الشوكولاته، يعني صدقوني كيجي المذاق ديالها رائع رائع بمعنى الكلمه.
صافي تيتبقى لينا دابا نضيفو هذيك الكيس ديال الخميره. صافي وكنطحنوا المكونات. بعد ما طحنا هذاك الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي ناخذ واحد الاناء اللي كيمشي للفرن، فرشت له هذا الورق هذا ودهنته شويه من الوسط، وغادي نخوي الخليط ديالي. بعد ما وزعت الخليط ديالي بشكل متساوي كندخلو دابا الفرن وكنطيبوه بحال كي كنطيبو اي كيك عادي. اذا الكيك ديالنا بعد ما خرجنا من الفران كيجي على هذا الشكل هذا، هو باقي سخون. رشيت عليه شويه ديال الكاكاو المر كما كتشوفوا باقي سخون. غادي نقطع لكم حتى باش تشوفوا كيفاش كيجي، يعني كيجي هشيش بزاف بواحد الدرجه لا تتصور، ولذيذ جدا وما كاينش داك الطعم نهائيا ديال الحمص اللي فيه. انا غادي نحاول نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي هشيش. بسم الله، هو باقي سخون. نوريكم الصوره كيفاش كيجي هشيش بواحد الدرجه عجيبه. ما تسنيش عليه حتى يبرد. يعني طعم لا يقاوم. الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كما كتشوفوا قدمتها على جوج ديال الاشكال. هذه زينتها بقطع ديال الجوز، وهذه زينتها بالفراوله او الفريز. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما، راه ما غاديش تندموا الا جربتوها. راه كتجي لذيذه جدا والاهم انها صحيه. اذا ان شاء الله الا عجبتكم هذه الوصفه هذه ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه، وما تنساوش كذلك تفعيل الجرس للتوصل بكل ما هو جديد في قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.